هل ممكن لص يبقى شيخ البخاري ومسلم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي، عامل ايه؟ تخيل معايا يا صديقي راجل كان لص بعد كده بقى شيخ البخاري، من قاطع طريق لأحد أكثر رواة موطأ مالك ثقة، ومن شارب للنبيذ والخمرة لواحد من أئمة المحدثين في التاريخ. مين هو الإمام القعنبي وإيه قصته وإزاي تحول من قاطع طريق ولص لشيخ البخاري ومسلم؟ وهو ده موضوع فيديونا النهارده يا صديقي. الفيديو النهارده لايك والاشتراك وتابعنا على قناتنا على الواتساب، الرابط هتلاقيه في وصف الفيديو. يلا بينا يا صديقي، يلا بينا. عبد الله بن مسلمة القعنبي اتولد سنة 131 هجريا في مدينة البصرة. كان راجل صايع ولص، وكان متعرف على شوية شباب صايعين بيشربوا النبيذ والخمر مع بعضهم. ولو مش عارف ايه هو النبيذ يا صديقي، فهو اللي انت بتجيب شوية بلح وترميهم في مية لحد ما يتخمروا وبعد كده تشربهم. وفي مرة من المرات كان قاعد على جانب من جوانب الطريق، فلقى واحد معدي وراكب على حماره. بس الراجل ده ما كانش معدي عادي، ده كان حواليه أمة، اللي ماسك بلجام الحمار واللي ماشي على يمينه وعلى شماله ومحولينه من كل مكان. فالقعنبي حب يعرف مين ده، فاخترق الصفوف لحد ما وصل للراجل ده وراح مسك لجام الحمار. القعنبي هيسأل شوية أسئلة هتكون سبب في تغييره من حال لحال تاني خالص. قال له من أنت؟ قال له شعبة. قال له ما شعبة؟ يعني ايه شعبة ده بيشتغل ايه؟ طبعا في الوقت ده مفيش حد كان ما يعرفش شعبة. شعبة ده كان أمير المؤمنين في الحديث، الملك الغير متوج على البصرة. شعبة بن الحجاج كان أشهر من نار العلم. قال له ما شعبة؟ قال له المحدث. قال له ما محدث برضه بيعمل ايه يعني؟ قال له حدث أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له طب اديني البضاعة اللي معاك، حدثني. اسمع بقى فقه شعبة وحلاوة دماغ شعبة. قال له حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهنا بدأ التغيير اللي بجد. القعنبي تحس إن هو كان مستني الشرارة اللي هتفجر الدنيا. سمع الحديث وقلبه اتفتح ورجع على بيته كب النبيذ وسافر لمالك عشان يتعلم منه. وفعلا اتعلم من مالك وبقى من أكبر طلبة العلم علما عند مالك، وبقى من أكثر الناس ثقة في رواية الموطأ. بعد كده بعد ما نهى من علم مالك قرر إن هو يرجع للبصرة عشان ياخد من علم شعبة بن الحجاج. ولكن لما رجع لقامات فما سمعش في حياته كلها إلا حديث واحد من أحاديث شعبة بن الحجاج، كان هو الحديث اللي كان السبب في تغيير حياته من لص وقطع طريق لشيخ من شيوخ أكبر علماء الحديث في التاريخ، بقى شيخ البخاري ومسلم يا صديقي. القصة دي فيها عبرة كبيرة قوي يا صديقي، اللي انت مهما كنت بعيد ومهما كنت عاصي ومهما كنت مش قريب من ربنا ممكن ترجع لربنا وممكن ربنا يقبلك طالما لسه الروح ما طلعتش والشمس ما طلعتش من المغرب. باب التوبة مفتوح يا صديقي، ولينا في قصة الإمام القعنبي العبرة والدرس. شوف بعد ما كان لص وصايع وقطع طريق بقى شيخ البخاري ومسلم. انت متخيل يا صديقي؟ اوعى تيأس من رحمة ربنا يا صديقي. وفي النهاية يا صديقي عرفنا في الفيديو ده قصة إمام البخاري ومسلم، قصة الشيخ القعنبي وازاي تحول من لص وقاطع طريق لإمام من أئمة المحدثين في التاريخ. فاوعى يا صديقي تيأس من رحمة ربنا، لأن كل واحد قابل للتغيير وجواه تقوى وجواه شر، لأن ربنا بعد 11 قسم في القرآن قال فألهمها فجورها وتقواها. فاوعى تيأس من رحمة ربنا يا صديقي. وبس كده يا صديقي، متنساش تقول لنا رأيك في التعليقات وتحط اللايك والاشتراك وتنشر الحلقة بين الناس يا صديقي عشان تعرف الناس قصة إمام من أكبر الأئمة في التاريخ، قصة شيخ البخاري ومسلم، وعشان تعرف الناس إن إحنا ما ينفعش نيأس من رحمة ربنا. بس كده يا صديقي، جزا الله عنكم وشرح لنا ولكم صدور وصداقاتنا وأوقاتكم، فإنه هو الحي القيوم وأعلم أن فيه يحبكم فإنه علام الغيوب. كان من توفيق فمن الله وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.